هؤلاء دعاة الفوضى في هذا الوطن وعلى النظام والحكومة، وهم يحاربونه أن تأخذ على أيديهم وأن تعاملهم بقانون الإرهاب كما تعامل من يغلو في دين الله رب العالمين ويخرج عن سواء الصراط المستقيم سواء بسواء من غير ما تفرقه. وهذه هي الحرية التي جاء بها دين الله رب العالمين. وأما الحرية التي يدعو إليها هؤلاء فمعلوم أن المجتمع الاشتراكي وأن المجتمع الشيوعي ليست فيه حرية بإطلاق، وإنما الناس تروس وإلى ذلك يدعون، ولكنهم يتمسحون بتلك الألفاظ البراقة من أجل أن يروج إفكهم. الكل يدفع دفعا بفعل هؤلاء من أجل أن يسير في الطريق الآخر، طريق التكفير والتدمير والتفجير. والسبب أن أمثال هؤلاء الذين يتقوتون ممن يؤذونهم يدفع الرجل جنيهين من أجل أن يتحصل على سب رسول الله. لا يحل لك شرعا أن تفعل ذلك، إثم كبير وذنب عظيم وإفك خطير في رقبة من يصنع ذلك. لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل هو التنديد بمن فعل ذلك ومن أقبل عليه. لا يجوز. أتشتري طعن الرسول بقوتك وقوت أبنائك، بحاجياتك وضروراتك، لصالح من؟